كورونا حد يقول بأنها مؤامرة، أنا أقول بأنه أحمق ليظهره على الدين كله، لكن بمن؟ بي أنا وأنت والعلماء والدعاة والمترجمين والعمل المخطط والتأني. كلمة واحدة من صاحب السلطة تصلح الدعوة سنوات. شيخي وأستاذي سي محمد الأمين، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. هذه أول مرة كتزورني وكتشرفني في البيت ديالي، فأهلا وسهلا بك. أنا سعيد جدا أنك يعني معي اليوم في البيت من أجل تصوير هذا اللقاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا. نسأل الله يتقبل منك ويوسع هذا البيت بالأولاد الصالحين والأرزاق الطيبة والإيمان والعمل الصالح. آمين. بارك الله فيكم. شيخنا كما اتفقنا عليه يعني سيكون موضوع هذه الحلقة ولا هذا الحوار هو يعني مسألة الضابط، لأنك يعني لاحظت أنك يعني تركز عليها كثيرا يعني أثناء الدرس ولا في الجلسات الحبية التي تكون بيننا. فمسألة ديال الضابط مسألة يعني تركزون عليها لأهميتها طبعا، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الحلقة إن شاء الله. كما تعلمون يعني حتى يعني نقدم الموضوع والذي سنتطرق إليه في هذه الحلقة، مسألة الضابط وأهميته. مثلا لما نتكلم عن التكفير، لما نتكلم عن السنة والبدعة، ما هو ضابط السنة، ما هو ضابط البدعة. لما نتكلم مثلا عن موضوع المؤامرة، ما هو الضابط فيها، ما هو المعقول وما هو غير المعقول. مثلا خاصة في هذا الموضوع ديال المؤامرة، مثلا يروج بين الناس أن عملية 11 سبتمبر مؤامرة، أن كورونا مؤامرة، أن يعني حتى الزلزال مؤخرا الذي ضرب في تركيا قالوا بأنه مؤامرة. فما هو الضابط في مثل هذه الأمور؟ بارك الله فيكم. أو أحب أن يعني تعرفوا لنا ببساطة ما هو الضابط، مفهوم الضابط. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أخي سفيان، يبدو أنك تسأل عن الضابط وأنت يبدو أنك تفهم الضابط، لأنك سألت عن أمور يحتاج فيها أن يعرف الضابط. حقيقة أنا الضابط دائما يدور على ذهني ويدور على لساني. ضبط الأمور مهم، ضبط الأمور، ضبط الأقوال، ضبط المفاهيم، ضبط المصطلحات، وضبط التفكير أيضا. الضابط كلمة من اللغة العربية، هي نحن نقول فلان يضبط كلامه، فلان يضبط مصطلحاته. والضابط يجب الإنسان أن يكون منضبطا في أقواله وأفعاله ومواقفه. ضابط المحكمة، ضابط كاتب الضبط، ضابط الشرطة، ضابط الجيش، كل هذا المقصود منه حراسة المعنى، حراسة المفهوم بالمصطلح والكلمة من أن يذهب بها عن المعنى الصحيح لها، إما إفراطا وإما تفريطا. فإذا لم نضبط الكلام ونضبط المعاني العلمية فتبقى كلأ مشاع، كل واحد يمكن يفهمه بأسلوب، وكل واحد يمكن أن يطوعه لتفكير عنده. مثلا نقول الكثرة، نحن نقول، أنا دائما نعلم الأطفال هنا ونعلم الشباب العبادات والمعاملات والفقه. كنت أدرس الشباب كما تعلم الأسبوع الماضي موضوع فرائض الوضوء مثلا على سبيل المثال. قلنا بأن السرعة الموالاة أنها من فرائض الوضوء، ولكن ما ضابط هذه السرعة إذا الإنسان تنشف منه وضوءه؟ جميل. ضابطه قالوا يبس الأعضاء في زمان معتدل ومكان معتدل. نقول لهم مثلا الإنسان الذي مثلا ترك 3 سنن وطال الوقت فإن صلاته تبطل في مشهور المذهب المالكي، ولكن ما ضابط هذا الطول؟ نقول لهم الخروج من المسجد أو الضابط عرفي. الضابط عبارة عن القيود الوصفية أو المعنوية، اللفظية أو المعنوية، التي تجعل المعنى يصدق على حيز معين وعلى حد محدد. فإذا جاء الناس يكلؤون في هذا المفهوم ما يمكن أن يفتحوا فيه الفوضى فيطبقون الكلمة على غير معناها ويوسعوها. العلماء يضبطون الأمور، ولكن عموم المسلمين والناس العاديين ما يضبطون الأمور، يعتري الواحد المفهوم ويطلقه هنا وهناك. لذلك لابد من ضابط العملية تكون في الصرف لكي تكون جائزة، لابد من التقابض، ضابط الجهالة، ضابط الغبن ثلث، ضابط. فالفقهاء يقولون يطلقون معنى معين، ثم من بعد ذلك يكون المعنى لابد أن يضبط لكي لا يكون لا خطام له ولا زمام. فالضابط لابد منه في التفكير، في العبادات، في المعاملات، في الصحبة، في الانطباعات، في العاطفة لابد أن يضبطها الإنسان، الغضب لابد أن يضبطه. هذا كلام طويل، ولكن هذا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. موضوع البدعة
نعم. هذا موضوع البدعة. نعم. موضوع أحد البدعة وموضوع السنة وموضوع التكفير، هذا أيضا موضوع واقع عليه كثير من عدم الضبط. فلان يقول لك فلان مبتدع، فلان هذا الفعل هذا هو بدعة، ونرى يعني كينوض بزاف ديال الصداع وبزاف ديال المشاكل في هذه الأمور هذه. فاشرحوا لنا بارك الله، ما هو ضابط البدعة؟ يعني كيف نقول البدعة كلمة كيف تضابط نتعرضوا لها من الناحية اللغوية؟ البدعة من الإبداع، والإبداع كلمة أصلا إيجابية، فهي ذات حمولة إيجابية. الإبداع الصناعة على غير مثال، ولذلك ربنا عز وجل بديع السماوات والأرض. فالإبداع من حيث هو معنى أصلا جيد طيب، يعني الإنسان ينتج ويجتهد وينشئ، وهذا مطلوب. لكن في الشريعة الإسلامية وفي الدين الإسلامي وفي أوساط العلماء معنى البدعة معنى مذموم، لأنه هو يحيل إلى الإضافة في الدين، الإضافة في الدين زيادة فيه أو الحذف منه، وهذا خطير، لأنه الدين قد أكمله الله عز وجل. الدين أتمه الله تعالى، أتم نعمته على هذا النبي. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبض إلا بعد أن أكمل هذا الدين، أكمل حدوده وأكمل روحه وأكمل قواعده، كل شيء الحمد لله تام ولا يحتاج لزيادة ولا نقصان. يعني البدعة تقصدون البدعة في الدين؟ البدعة في الدين هي اللي مذمومة. ولذلك الإمام الشاطبي يقول بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ويقصد صاحبها المبالغة في التدين. وأظن إن لم تخن ذاكرة شيخ الإسلام يوسع المفهوم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن البدعة هي ما خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف من الاعتقادات والعبادات. وأظن ابن رجب الحنبلي يتوسط في هذا ويقول البدعة هي ما أحدث في الدين ولا أصل له، ما أحدث في الدين ولا شاهد له أو لا أصل له في الدين. هذه التعريفات تدلك أيضا على أن البدعة مثلا حدها هو نفسه يحتاج ضبطا. فهؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة إذا جئت تدرس وتحقق أطلاقاتهم تجد أن بينها فروق، بينها خطوط رفيعة إذا جئت تفكر في الموضوع، لأن الموضوع تقديري. البدعة السيء فيها والقبيح فيها ركنها المعنوي، لأنها فيها إرادة معارضة الشرع، فيها نوع من استنقاص الشرع، أو مثلا نية أن إضافة عليه شيء معناه غير كامل أو حذفه، وهذا لا يقبله الشرع ولا يتحمله شرع كامل. فهذا هو المعنى الذي على أساسه يشنع عليها العلماء. ولذلك يجب أن يشنع على من تحققت فيه هذا المعنى من العلماء أو من القادة أو من أي أحد. إذا تحقق العلماء من إرادته للإضافة في الدين أو استنقاصه أو زيادة فيه أو الإضافة، هنا يكون معنى البدعة. ولذلك لا يمكن أن تطلقها على بعض العلماء الذي وقع منه مخالفة لبعض الأمور التي وقع عليها الاتفاق يوم من الأيام أو وقع عليها الإجماع يوم من الأيام، ولكنه ما عرف عنه معارضة للدين وما عرف عنه كراهية لشيء فيه أو التحفظ على شيء فيه. فإذا لم يعرف عنه هذا ولم يتكرر منه أيضا فلا يكون مبتدعا، حتى وإن كانت هي الحقيقة قد تقرر عند العلماء أنها بدعة. فيقولون بأنه المبتدع لغويا ليست هي المبتدع اصطلاحا، فمن وقعت منه بدعة واحد تصدق عليه لغويا مبتدع، ولكن لا تصدق عليه في عرف أهل العلم أنه مبتدع. يبقى قضية أنها هي خطيرة كما قالوا العلماء، خطيرة، ومرة يشنع عليها العلماء يقول لك أنها أكبر من الكبيرة. قصدهم بذلك أن الكبيرة أو المعصية صاحبها غالبا يكون يفعلها بدافع هوى أو بدافع شهوة، لكن البدعة عمل إفساد في أصل الدين نفسه. لكن هذا الإفساد لابد لكي نطلقه على أحد أو نحكم به على أحد أن نتأكد هذه الإرادة، أن نتأكد من هذه النية السيئة، ولا بد أيضا من المناقشة معه مخافة أن يكون متأول أو يكون، ولا بد أيضا أن نعرف الموضوع اللي خالف فيه، هل هو من الأصول هل هو من الفروع، والأصول نفسها ليست على درجة واحدة والفروع ليست على درجة، كل هذا يدخل في الضابط. فهذا هو حقيقة لم نتكلم عن الموضوع كثيرا، وحتى لم نحم على
إلا على حواشيه وسواحله، ولكن أظن أنه يكفينا منه هذا، لأن الدخول أيضا في التفاصيل يخلق الخلاف. وهذا من المشاكل الآن اللي واقع الآن، أن عوام المسلمين ممن لا تخصص له في الموضوع أصبحوا يدخلون في تفاصيل أصلا العلماء نفسهم مختلفين فيها. فالعلم يقولون بأنه من أصول السلف أو من الأمور المهمة أن التكلم عن العلم بالمجملات بالإجمالات يخرج الناس عن الخلافات والاختلافات، ويكون التكلم في التفاصيل والتدقيق فيها في فروعها يكون خاص بأهل العلم وفي أوساط العلم، لأنه سيسوسونه ويزاولونه بأسلوب من العلم وأسلوب من الديانة يعصم من حدوده السلبية. لكي ننتقل إلى ضابط موضوع آخر شيخنا، وهو موضوع التكفير. يعني أنا تعلمت منكم أنه تقولون أنه البيئة التي يكثر فيها التبديع يكثر فيها أو لا ينبت فيها التكفير. هل هذا صحيح؟ وما هو ضابط التكفير؟ التكفير أيضا موضوع علمي وهو واقع وثابت، وستقوم القيامة والعلماء يحكمون بالتكفير، لأنه المسلم قد نعوذ بالله يرتد، ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أو يفعل فعلا لا تنفك نية الكفر عن صاحبه، كإلقاء المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي الله جل جلاله، فهذا صاحبه يكفر. أو يعارض شيء في القرآن ثابت، أو يعارض شيء في السنة صحيح وصريح، فهذا صاحبه يرتد ويكفر وتجري عليه أحكام الكفر. ولكن هذا الحكم حكم علمي لا بد من أن ينيطه أهل العلم، خاصة أن العلماء يتكلمون في الأوصاف خاصة التي يحكم بها على الإنسان بأنه كافر، كذا وكذا وكذا وكذا، من قال كذا، من فعل كذا. لكن تكفير المعين، ماذا تقصدون بتكفير معين؟ يعني تكفير إنسان محدد معينا، صاحب محتوى أو إمام أو داعية. نحن الآن حتى هؤلاء المتشددين التكفيريين، التكفيريون على أنهم هم يكفرون، ومن لا يكفرونه، نحن لا نكفرهم. جميل. رغم بعدهم ورغم بعد نجعتهم في هذا، لكنهم أيضا هم لا يكفرون حتى لا نقع في الذي يقعونهم فيه، وهو خطير. الإسلام متشوف البقاء من أسلم أن يكون مسلما، وعنده مصطلحات ومفاهيم تقال لأهل العصيان ولأهل المخالفة، فيه الفسوق وفيه المعصية وفيه الذنوب وفيه التقصير وفيه نعوذ بالله أهل المعصية والمجاهرين بها والفجار، وهذا كامل المصطلحات، لكن ليست هي الكفر. من الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فقضية تكفير المعين الواحد لا بد له من أن يشتغل عليه القضاة. لماذا؟ لأن القضاة متخصصين في التحقيق، متخصصين في التدقيق، سيمرون حالته على التأويل وعلى الجهل وعلى حدوث العهد بالإسلام، ثم ينظرون إلى القول الذي قال وتكلم فيه وفعل فيه، هل هو من الأصول أو هو من الفروع، هل الموضوع الأدلة التي دالة فيه ظنية أو قطعية. فهذا إذا سبروه كله يحكم القاضي بكفر فلان أو ردته فيطبق عليه أحكام. لكن المفتين وأهل العلم وأهل الدعوة يصفون أن الفعل الفلاني كفري، وهو المعاصي كلها بالمناسبة المعاصي كلها فروع كفر، كما أن الإيمان عنده شعب، الطاعات كلها فروع إيمان، المعاصي كلها فروع كفر، لأن العاصي عندما يعصي ذاك الوقت ليس في وضع إيماني صحيح، لكن الكفر هو الآخر كفر دون كفر، وهذه معاني طويلة كثيرة تحتاج كثير من التدقيق والضبط. هي الأخرى غير منضبطة الآن في الساحة للأسف الشديد. وقد قضيت أنه المحاضن التي تبدع يخرج عنها الكفر، نعم، لأنهم محاضن حدية، لأنها محاضن تتفق في الحدية وضيق العطن وقلة التحقيق وقلة المعرفة، فيبدعون من شاءوا وواحدين آخرين منهم يكفرون. لكن الذي لا أريد أنا أنه فيه أيضا تيارات أخرى لا تريد البدعة، يريدون أن تمحى وصف الأفعال بالبدعية والأقوال، وهذا لا نريده، هذا ليس معقول. وكذلك وحدين من باب أولى يبعدون النجعة ويقولون الكفر أيضا ليس موجود، فيقولون يسوون بين المسلم والكافر، ويقولون بأن الجميع سيدخل الجنة في آخر الزمان، وأن الكفر كل مسألة من القطعيات يشككون فيها، إما في ورودها وإما في دلالتها، وهذا أيضا فوضى. هذا الذي يجب أن يضبط لكي لا يتعدى علينا هؤلاء المفرطون
ولا يتعدى علينا هؤلاء المفرطون. إذا لكي ألخص، لأن ما ذكرتموه هو مهم جدا يعني. إذا فهمت كلامكم جيدا، فطالب العلم والعالم أو أهل الفتوى لا يجب عليهم أن يتدخلوا في مسائل التكفير. يدخلون فيه، لا يقرر. لا أقصد يعني التكفير بالعين يعني. بالعين نعم، أو التكفير في سواء شخص أو فئة لا يمكن أحكام، خاصة في موضوع الفئة، جماعة كبيرة أو تيار أو مدرسة. عادة المدرسة عبارة عن جامعة فيها عدد كبير من العلماء المحققين، وفيها عدد كبير من العلماء الذين هم دون ذلك، وعدد كبير من الدعاة، فأن تعطيهم حكما واحدا فهذا فيه إجحاف. ثم إن الذي يقولونه ليسوا على مستوى واحد فيه صياغته ولا الاعتقاد اللي عندهم، فهذا مخاطرة. التعيين كفر التعيين، وهذا معروف. حتى الذين الآن قاعدين يكفرون والذين قاعدين يبدعون هم معي في هذا، أن التكفير لا يحكم به على المعين إلا من طرف القضاء. يقولون لك هذا ولكنهم مع ذلك يكفرون. تعليق منكم شيخنا على بعض الدعاة بين قوسين والذين يعني لم يعرف لهم يعني طلب للعلم ولا من درسهم العلم، وتجدهم يتطاولون على أئمة كبار مثل النووي وإمام أبي حنيفة. فما تعليقكم على هذه الظاهرة شيخ؟ هذه ظاهرة سبحان الله مؤلمة، ظاهرة ما أقول لك. هؤلاء الأئمة إذا سقطوا سقط الدين كله. ثم أيضا هؤلاء الذين يتعدون على الإمام النووي والإمام أبي حنيفة هم يشرعون التعدي على أئمتهم، وعندهم أئمة يعظمونهم وهم بالحقيقة يستحقون ذلك التعظيم، لأنهم علماء، بعض مراجعهم أئمة وعلماء ويستحقون ذلك الإكبار والإجلال، لكن بفعلهم هذا يشرعون التعدي على أئمتهم، لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله. إذا قلنا مثلا النووي ليس قدوة وليس مرجعية فإننا أيضا سنقولها عن البخاري بعض الناس بدعه في قضية قوله بالقرآن مخلوق أو كلامه بالقرآن، فالناس اتهمته بالبدعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس بدعه واشحف فيه وقال بأنه مجسم وكذا. إذا فتحنا المجال لهذا لا يسلم أحد. هذا العلماء الكبار ما كانوا يفعلونه، مع أنهم يختلفون مع بعضهم لكن لا يصلون إلى هذا. أحيانا تجد في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي بعض كلام عن كلام بعض أهل العلم في بعضهم، ولكن نادر ومطوي في طيات الكتب ولا يتناقش. وأيضا الظروف التي جعلته يقع ظروف شخصية، والعلماء على جلالتهم وعلى وجوب اقتدائنا بهم وتعظيمهم أيضا لم يخرجوا عن البشرية. بقاء الله الواحد تجد فيه ديانة كبيرة، ولكن أحيانا تأتيه عصبية لمذهبه وعصبية لبلدته، عصبية لشيوخه، لكن ما هو الأغلب عليه؟ الأغلب عليه الديانة والعمل والتأليف والفتح على المسلمين وتفهيمهم دينهم وشرحه وتفسيره. فهذا أيضا غير مضبوط، هذا خطير، فتنة كبيرة. من أعظم الفتن الآن هذا أن يخرج ناس أغرار ليسوا في عير ولا في نفير، ليسوا من العلماء المتوسطين ولا من طلاب العلم، وليسوا كما قلت ليسوا طلاب علم هؤلاء، لأنهم لم يقرأوا. طلاب العلم لابد الإنسان قرأ القرآن وحفظه وقرأ شيء من السنة إن لم يكن حفظ منها 1000 حديث والله 1500 حديث، قرأ اللغة العربية ويفهمها ويعرف أساليبها. لازم عالم والله عالمين والله 3 لمدة معينة، اقرأ الكتب واتصل بهم، احضر للعلماء واعرف مراتبهم ومستوياتهم. هذا وإن قال له طالب علم ولا إن قال له عالم. إذا كان هذا ما هو واحد منهم. عربية أحيانا يكون لا يحسنها، حتى إنه ما وصل إليه من العلم إلا شيء بواسطة، قرأ شيئا مترجما بالإنجليزي أو مترجم بالهولندي أو كذا فصار يصيح. ألا ترون أنه من الضابط أو لضبط هذا النقاش في هذه المواضيع أن لا يطرح أصلا على العوام، يعني يكون داخل بيئة علمية؟ شوف، لكي نضبط هذه الأمور هذا دائما نقوله وأنا كنت أقوله، المواضيع العلمية المفصلة لا تطرح على العوام. ولكن عندما أردت أيضا أن أضبط هذا، قلت العوام كانوا في زمن معين ما يحضرون للدرس، يصلوا في المساجد وينطلقوا، يبقى العالم جالس هو وطلابه يتكلمون في مهمات العلم ويغوصون فيه ويمثلون. لكن الآن العلم أصبح يقدم على مثل هذه الفرصة الآن، وسيسمعه كل أحد. فأصبح لكي مثلا
نعزل هؤلاء العوام عن نوع من العلم أمر صعب. أصبح يرجع الأمر فيه إلى تقدير الداعية وتقدير العالم، ويعرف ماذا يقول في أي وقت يقوله بأي أسلوب. هذه حكمة. أعلم أن بعض الناس يقول لك بأن هذه مداراة وأنه مداهنة وأنها جهل وكذا، ولكن هذا أيضا من عدم ضبطه للمداهنة، وعدم ضبطه للمداراة، وعدم ضبطه للنفاق، وعدم ضبطه لهذه الأدلة. جميل. العلم الطلابي هذا كله ناتج عن الجهل. مشاكلنا كلها العلمية وتدافعنا الآن كله سببه قلة العلم. قلة العلم هو من أكبر الفتن. إذا قل العلم نزعت البركة من أي شيء. الله تعالى يعلمنا وإياكم. آمين آمين. فالله يوفقنا وإياكم. آمين. ننتقل إلى موضوع المؤامرة والضابط فيها ولا قضية المؤامرة. قضية المؤامرة هذه أيضا الناس يبالغوا في المؤامرة. أنا موضوع 11 من سبتمبر قاع ما أريد أن أتكلم فيه ولا أطيل فيه، ولكن ليس معقول عندي ولا الأفلام اللي عملت ولا شيء أنها مؤامرة. ما يمكن دولة ربها هو الاقتصاد وربها هو المال ويتعدى عليها بهذا المستوى من حجم الخسائر ويقول لك هذا معدلته الدولة على نفسها. كيف هؤلاء اللي يقولون أن أمريكا هي التي صنعت داعش؟ هذا ليس معقول. داعش وأمريكا لا يلتقيان في شيء. فهذا مبالغة في المؤامرة. المؤامرة موجودة، وكل عدو قاعد يأتمر يتآمر ويخطط ويفعل كل شيء من شأنه أن يسقط عدوه. وفيه الأشياء التي يبني ويخطط واضحة، وفيها غير الواضح، وفيها الذي على مدى قصير، وفيها الذي على مدى طويل، وهذا موجود. يعني هو أمر طبيعي. لكن كل حالة يجب أن يدرسها الناس بعقل. نحن إذا بقينا هكذا سيبقى حتى الرياضيات يمكن نشك فيها وأمور المنطق. ليس هذا معقول. الزلازل وأنا موضوع ماذا؟ كورونا أنا هون ما غادش نكون منضبط. كورونا حد يقول بأنها مؤامرة، أنا أقول بأنه أحمق. اسمح لي أيها المشاهد. من يقول بأن كورونا ذاك الأضرار اللي عدلت في المطارات وفي النقل وفي الاقتصاد وفي الصحة وفي الأموال التي بذلت عند هذه الحضارة الغربية اللي ما عندها ما هو المال، وأنها هي التي عدلتها على رأسها، هذا ما يمكن أن يفهمه عاقل. هذا شيء وقع وهم ما عرفوا وعملوا له ذاك. يقول لك ولماذا فاكسين ولماذا كذا، وفاكسين عملت بالعجلة بسرعة جدا، والفاكسينات السابقة كانت تعمل على سنوات. أنا دائما أقول له الفاكسين عملت بسرعة لأن هذه طامة، هذه قارعة قرعت هؤلاء الناس وهزمتهم في الأموال والاقتصاد، وذلك أسرعوا بالبحث فيها وجندوا لها من المصادر البشرية العلمية والمصادر البشرية المصادر المالية ما جعل الوقاية منها. هذه اللقاحات تخرج بسرعة وأيضا لا بأس بها. وإحنا كانوا يقال لنا أنه اللي دارها غادي يمرض، وشي من الناس يبالغوا غادي يموت. أنا من الناس اللي درتها تقريبا بعد ما عملت بسرعة جدا، لأن ما معقول عندي هذا، رغم أني أعرف أن الكافر لا يريد المسلم والكفار والمسلمين دائما يبقى بينهم خلاف، والمسلمين أنفسهم، نحن المسلمين أنفسنا بعضنا قريب من عدو الآخر، لأن أجندتي وأجندتك ما هي واحدة، ولأنك أنت لا تريد إلا أن تسقطني وكذا، فهي تتكون بيننا وبين عداوة. لكن تصل إلى أي مدى؟ لابد أن نعرف أي مدى ينتهي هذا، وهنا نرجع للضابط. جميل. سمعت لأحد العلمانيين أو الملحدين يهاجمون الفكر الإسلامي ويقولون بأن القرآن يشجع على نظرية المؤامرة. فمثلا الآيات التي تقول ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، دائما يعني الكيد مذكور في القرآن ومتكرر في القرآن. يعني ما ردكم على هذا الآيات؟ في فهمي أنها ما تتنزل إلا في سياق تحفيز المسلمين وتحريضهم على التخطيط، وأن غير المسلم لأنه متبع هواه ومعرض عن فطرته ومعرض عن الأمور اللي تزكيه اللي أرسل الله تعالى إليه، هذا طبعا لا يريد إلا أن يكون الجميع مثله. وهذا كثير القرآن فيه كثير يريدون أن نكون مثلهم. هم عبدة هوى وعبدة شهوة ولا يريدون أن يخالفوا إلا أن يكونوا بهائميين في هذا التفكير، ولذلك لا يريدون أحدا أن يكون متفوق عليهم في هذه القضية، فهم لا يريدون وأيضا يحاربون ولا يريدون أن يرتفع الإسلام. ولكن الله عز وجل قال بأنه سيرفع هذا الدين، وسيرفع أيضا طبعا بنا نحن، وذلك الرفع فيه ما هو كيد نكيد لأعدائنا، وفيه ما هو عمل علينا أن نقوم به،
وفيه ما هو غير ذلك من أنواع الأسباب، ولكن لكل سياق، في سياق الحرب وسياق المناجزة فيه ذاك اللي فيه، وسياق أخرى الأزمنة ليست على مستوى واحد، زمن حرب وزمن سلم وزمن ما هو سلم وله حرب، كل شيء يقدر بقدره. جميل. أظن الله أعلم يعني إذا لا أدري إذا كنتم ستتفقون معي أن تعامل مثلا في موضوع المبشرات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل السلف معها يختلف تماما عن تعاملنا نحن في هذا الزمن معها. مثلا السلف لما كان أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن القسطنطينية ستفتح، هم لم ينتظروا وبقوا جالسين ينتظرون يعني ذلك الذي سيفتح القسطنطينية، بل عملوا كل واحد حاول أن يكون هو ذلك الذي سيفتح القسطنطينية. الأمور القدرية الكونية والقدرية الشرعية بينهما انفكاك. الأمور الكونية القدرية الكونية خليها يوقعها الله عز وجل، ولكن هنالك قدر شرعي كلفنا الله تعالى به، وهو الإعداد والتخطيط والعمل على الأرض والاستخلاف على الوجه الصحيح وأخذ الأسباب كلها. هذا هو المطلوب منا نحن. وأما تحقيق القدر الكوني فهذا إلى الله عز وجل. القدر الكوني فيه أن الله تعالى سيسود هذا الدين، القدر الكوني فيه أن الله عز وجل سيسود، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه لهم المنصورون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ليظهره على الدين كله. لكن بمن؟ بي أنا وأنت والعلماء والدعاة والمترجمين والعمل المخطط والتأني والروية. هذا هو. ما دمنا نتحدث طبعا دائما في موضوع الضابط، هناك موضوع مثلا موضوع التغيير، فتجد مثلا طرفا يقول بأن التغيير يبدأ من الأعلى، وطرف آخر يقول بأن التغيير يبدأ من القاعدة، والطرف الأول يقول لك يبدأ من الأعلى لأن الدرج إذا أردت أن تنظفه فيجب عليك أن تبدأ من الأعلى، والآخرون لديهم. فما هو ضابط يعني، وكيف يجب على الناس المسلمين اليوم العوام مثلي مثلا أن يتعاملوا مع قضية التغيير؟ ما هو ضابط مفهوم التغيير؟ التغيير المهم أن يشتغل عليه. التغيير هي الأمة الآن رغم أنها في وضع هوان وفي وضع ضعف ومتأخرة، لكنها أيضا من حيث العقيدة قوية وجاهزة لأن تقوم، بل هي قائمة. التدين وآثاره ومظاهره تبارك الله أحسن الخالقين في كل مكان. نحن الآن في بلاد الغرب الآن قائمين بشعائرنا وقائمين بدعوتنا بنسبة ما، نسأل الله تعالى أن يقوينا ونزيد. آمين. لكن موضوع التغيير هل هو يكون من الفوق ومن الأعلى؟ هذه مسألة قديمة أصلا. وحدين ناس يقولون بأن التغيير يكون من الأعلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أصلح الأمة وهو الذي زكاها، وجاءها الوحي من الله عز وجل وأنزل عليها القرآن، وجاءتها هذه المعاني الإيمانية والتي زكتها، هذه المعاني التي علقتها بربها وفهمتها بأن الإنسان مستخلف، وقاموا بما أمرهم الله تعالى به وسادوا وقووا وأرادوا على الناس. ولذلك التغيير يجب أن يكون من على أصحاب السلطة. هذه من المسائل السلطانية. بعضهم قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو كان قائد صالح، نبي مسدد من رب العالمين، لكن أيضا صنع قاعدة من البشر مؤمنة صلبة الإيمان قوية مخططة آخذة بالأسباب، وهي التي أقامت بنيان الدين. والحقيقة أظن والله تعالى أن الأمرين كليهما مهم لا بد. وهذه قضية هي التي جعلت بعض الحركات الإسلامية تنتبه لقضية المدافعة السياسية والاشتراك فيه، وتيار آخر يقول لا، الاشتراك في السياسة والمدافعة فيها لا قيمة له، اشتغلوا على الناشئة والقاعدة، وعندما تقتنع بالدين وكذا ستغير. ظاهر لي والله تعالى أعلم لا بد من الأمرين، لأنه كما يحكى عن نجم الدين أربكان أنه قال بأنك إذا لم تعمل السياسة فإنك سيخرج لك قادة لا يريدون الدين. إذا لم تعمل في السياسة سيخرج لك قاعدة ليست لا يريدون الدين ولا يرفعون به رأسا. فلا بد من العمل. إذا كانت الأمة منتشر فيها الدين وقوي فيها فلا يقود الأمم إلا بعض كما تكونون يولى عليكم. لذلك نقول بأنه لا بد منهما جميعا، الذين يشتغلون في الدعوة والتعليم والناشئة وتعليم اللغة العربية والقرآن ورفع الرأس بالمفاهيم الشرعية والمعجم الديني،
وتعظيمه وتقديره قدره، والناس أيضا الذين يشتغلون أيضا في المدافعة السياسية والمشاركة فيها، هؤلاء يمكنون لهؤلاء، وهؤلاء الآخرين يوجهون، أهل العلم وأهل التعليم يوجهون ويسددون، والآخرين يمكنون، لأنهم يقولون بأن كلمة واحدة من السياسي صحيحة تصلح الدعوة بأكملها. الله. كلمة واحدة من صاحب السلطة تصلح الدعوة سنوات، وكلمة واحدة من إفسادها تفسد كل شيء. لذلك لا يجب إلا أن يشتغل على الطريقين. نعم، وكل من موقعه وحسب إمكانياته. ولذلك نقول جميع أطياف الدعاة، جميع التيارات محتاج لها. الدعوة محتاج للعلماء هم اللي يوجهون، ومحتاجة للدعاة هم الذين يعظون ويوجهون الناس إلى العلماء، ومحتاجة لأهل الأموال، ومحتاجة العوام المسلمين الذين يملؤون المساجد ويرفعون أبهة الإسلام وعزه، ومحتاجين لأهل السياسة، ومحتاجة لأهل القانون، محتاجة للجميع. لا تستغني الدعوة هذا الإسلام عن أي أحد. جميل جميل. كلمة ختامية في مسألة الضابط والوسطية ومدى أهميته، لأن كثير من الناس لما يسمعون الوسطية يعتقدون بأنها مسألة يعني فيها تهاون وتساهل، بل والعكس والله أعلم، بأن الوسطية أصلا هي مسألة صعبة ليست سهلة. يعني العلماء قاعد يقولون بأن أوسطهم بمعنى أعظمهم، أو بمعنى أكبرهم، أو بمعنى أزكاهم عقلا. قال أوسطهم، أنا ما أقول لكم لا تسبحون. فالوسط محمود، ربنا عز وجل أشار إلى الوسط في كثير من آيات القرآن. الذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لكنه صعب، تكليف صعب. التوسط هو اللي غالب الناس. هذه التيارات المتضاربة وهذه المناكفات وهذه المشاكسات، كل واحد عندما تسأل يقول لك أنا لازم الوسط، أنا ألزم الوسط، أنا أريد الوسط. لكن ما هو محقق للوسط، لأن تحقيق الوسط فرع عن العلم الكثير، وفرع عن الديانة أيضا والتحفظ، فرع عن التحقيق والتأني. التوسط قيمة هي فرع عن قيم عظيمة: التريث، التأني، الصدق. تكون على طريق وانت مانك متأكد أنها على طريق صحيح. ربنا عز وجل قال: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا. وقال: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية يجب على الصالحين المتقين المتدينين يبقى الواحد منهم مستحضرها، ولو أنت على طريق والله على مذهب. لذلك العلماء الصالحون دائما يقول لك أنا ما نعرف على ماذا، أنا على دين الله، أنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم، على ملة إبراهيم، ويعطيك كلمة مجملة، لأنه إذا دخل في التفصيل لا يعلم ولا يأمن مثلا الانزلاق. ما يأمن الانزلاق. التوسط هو أعظم التكاليف وهو أصعبها. أنت إذا كنت على موقف يجب أن لا تقول أنك متوسط. إذا قلت بأنك متوسط فأنت تزكي نفسك. التوسط يحتاج علما ويحتاج توفيقا من الله. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان وسطا، والخلفاء الراشدون كانوا على وسط، لم يشددوا على الناس في الدين ولم يميعوا لهم الدين. الإمام مالك، العلماء الكبار معروف أنه المذهب المالكي الآن ومذهب الحنبلي ومذهب الحنفي عندما تأتيه مرة تظن أن المذهب الحنفي متشدد في موضوع الزكاة مثلا. الأحناف متشددين في موضوع الزكاة، يقولون بأن كل ما يخرج من الأرض بلغ نصابا ولم يبلغ نصابا أنه يزكى، ويقولون بأن المال المستفاد يزكى، ويقولون بأن الحلي فيه الزكاة وهو كذا وكذا. تجد مذهب آخر تقول هؤلاء متشددون، تجدهم في مسألة أخرى من المسائل أيضا مخففين. فهذا شنو اللي سببه لهم؟ سببه لهم أنهم ينشدون التوسط، ينشدون الحق، ولا يريدون أن يشددوا. ليس غرض عندهم أن يشددوا على الناس ولا أن أيضا يخففوا عليهم، يريدون التوسط في الشرع. هذا التوسط أحيانا يدركه العالم، وأحيانا لا يدركه. هو يشغل فيه آلته ويشغل فيه معرفته، ولكن مرة يدركه مرة ما يدركه. ولذلك يتعقب العلماء، والعلماء هنا لم يتوسط، هنا خرج، هذه رخصة ليست صحيحة، هذه عزيمة ليست صحيحة. فهذا هو اللي نتكلم عنه: الخلافات الزوجية، الخلافات العائلية، الخلافات في النفقة، الخلافات في السياسة. الأحزاب السياسية الآن الكفرية التي تناقش كلهم يقولوا أنتم خرجتم ودخلتم المهاجرين، وبعدين يقولون لا أنتم متشددين وخالفتم الدستور، نحن بانين دستورنا على الحريات وعلى أن هذه الدولة للجميع وأنها كذا. ذوك يبدعوا الأحزاب السياسية هنا الغربية، كلهم يبدع الآخر: أنتم دخلتم المهاجرين بنظامكم كذا. واحدين يقولوا أنتم
هذا هو اللي عليه النقاش والخلاف. طيب لكي أختم شيخنا الحبيب، يعني كما تعلم نحن يعني بصدد يعني تأسيس مؤسسة إسلامية هنا في هولندا في مدينة أوتريخت، فأحببت أن أشارك هذا الخبر مع المحبين المتابعين من هولندا خاصة، وأريد أن يعني أنقل إليكم بعض الأسئلة التي تلقيتها من بعض الإخوة يسألون يعني هذه المؤسسات التي ستعملون على تأسيسها ما الفرق بينها وبين المؤسسات الأخرى؟ يعني واحد الصديق قال لي أخي سفيان أنا أريد أن أنضم إلى مؤسستك وأن نشتغل معا، ولكن قل لي لماذا لا أشتغل مع مؤسسة أخرى؟ لماذا بالضبط مؤسسة أشتغل معهم؟ على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مؤسسة، نعم عملنا مؤسسة كما تعلم قبل 6 أشهر أو 7، أنا والأستاذ سفيان وبعض الشباب، والذي تتميز به إن كانت تتميز به، أنا أعلم أن كل أحد الذي سأقوله الآن سيقول بأنه موجود في مؤسسته. هذا الموضوع العلم، نريد أن نرشد الدعوة بالعلم بحسب إمكانياتنا، إن شاء الله تعالى يكبر لنا إمكانياتنا ويعطينا مقدرات، ونريد أن نصحح مفاهيم الناس عامة المسلمين من المتدينين في هذه البلاد. ناقص العلم، ناقص أبناء، ناقص الناشئة. والعلم أنا أظن أنه طريقه الأولى تعلم اللغة العربية. اللغة العربية ضعيفة في هذه البلاد ومهجورة ومتروكة، ومعروف عند أهل العلم أن العربية إذا تركت واستعجم الناس، أول خلافات المسلمين سببها العجمة، وسببها دخول غير المسلمين إلى الإسلام، وبدأوا يسألون عن الأمور في الشرع، والشرع وعاؤه أو وعاءه الكتاب والسنة، وكلاهما باللغة العربية، فبدأوا يسألون عن أمور لم يسأل عنها من قبل، لأنها كانت نزلت على عرب يعرفونها ويفهمونها، فبدأوا هم يسألون عنها، فدخلت التساؤلات والنقاشات والخروج عن المسلك الذي كان عليه الرعيل الأول. ولذلك أن نحن نتميز إن شاء الله تعالى، أو نريد أن نتميز بتعليم الناشئة والشباب اللغة العربية، تعليمهم ينطقوا بالعربية ويفهموا العربية ويقدروا على أن يتعلموا بالعربية، يكون جاهز. نحصل شبابا قادرين على فهم الشرع بدون واسطة وبدون ترجمة. وطريقنا في ذلك وسيلتان: القرآن، نقرر الناس القرآن ونفهموا لهم القرآن. القرآن هو العاصم الأكبر للأمة، وهو الحافظ المعجم القرآن، المعجم الدين والعقيدة، هو اللي من قرأه يعرف معنى الكفر، يعرف معنى الفسوق، يعرف معنى البدعة، وإن كان البدعة ليست في القرآن ولكن معناها موجود في القرآن. يضبط الأمور، يضبط المعاني. نبدأ نعلم الناس القرآن. القرآن هنا يقرأ في مؤسسات ولكنه لا يقرأ بالأسلوب المرضي. وكذلك العربية نريد أن نلفت الناس إلى العربية، نريد أن نعمل حملة عند الآباء وعند المؤسسات المشابهة لنا وغيرنا، بأن الموضوع الحاسم في عملية التعليم والدعوة هي العربية. وهذا لا منافاة، هو نحن ممكن أن نسكن في هولندا هنا ونتعلم اللغة. الأطفال هنا يتعلمون عند المدرسة الابتدائية الإنجليزية والهولندية وغيرهم، أي لغة، ونعلمهم القرآن، نعلم الناس القرآن ونوعي الناس. 3 مسارات: العربية والقرآن والتوعية. التوعية جزء منها الذي تقوم أنت به، تعقيل الناس وترشيدها وتفهيمها للمفاهيم ومستويات الأشياء ومقاماتها. هذا مختلط على الناس، ناتج اختلاطه على قلة ملازمة العلم وقلة التمكن من وسيلة العلم وهي اللغة العربية. وكذلك أيضا من مميزاتنا هذه الأخيرة أننا نريد أن نكون حلقة أو جسرا يتفق عليه أو يقارب جميع هذه التيارات التي في هذه البلاد، التيارات المتأثرة بتيارات مختلفة. نحن نظن أن هذه التيارات المتأثر بها جميع التيارات كلها لها خير كثير، وكلها فيه من المنفعة وفيه من الخير والعلم
والتدين المتراكب ما هو خير عظيم. فنريد أن نستفيد من هذا كله ونحاول أن نشسر بينهم إذا قدرنا على ذلك العلاقة، حتى نفهم الناس أن هذه الخلافات التي يحجمها الناس ويكبرها هي ليست بذلك المستوى. هذا أيضا واحد من المسارات اللي نفكر فيها. 4 مسارات: اهتم بقضية اللغة، قضية القرآن، التوعية، وكذا قضية تقريب وجهات نظر المسلمين عموما بجميع تياراتهم. 4 مسارات. إن شاء الله يرزقنا مولانا المقدرات البشرية والمالية والعقلية على الحصول على هذه الأهداف. آمين. أشير فقط للإخوة المتابعين أنه أنا قبل أن آتي إلى الشيخ كنت أحفظ بعض قصار السور، ولكن بعد أن التقيت به الآن حاليا يعني أعمل على ختم 10 أحزاب بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الشيخ المبارك. سوف تحفظ إن شاء الله القرآن كامل إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله. كريم، دعواتكم للمتابعين والشباب، وخاصة أننا الآن في أيام قريبة من رمضان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العافية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا النية الصالحة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم سددنا. اللهم وفقنا. اللهم عافنا. اللهم علمنا. اللهم اغفر لوالدنا ووالدهم. اللهم اصلح شأننا كله. اللهم اصلح شأننا كله ولا تكل أحدا منا إلى نفسه طرفة عين. اللهم اقض حوائجنا كلها، يسر أمورنا كلها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أمتنا على الإسلام. اللهم أمتنا على الإسلام. اللهم اجعلنا ممن أطلت عمره وأعنته على حسن العمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله.